قرية عمارة أصلان في ريف حماة الجنوبي، تبعد عن حماة 25 كيلومتر، وهي قرية كردية عدد بيوتها 100 بيت وعدد سكانها 1000 شخص. أبناء القرية من عشيرة حيدر الكردية العريقة، يعملون بالزراعة. نسبة التعليم فيها 80%، منهم الأطباء والكثير من المعلمين. تتوزع عشيرة حيدرة في كثير من قرى حماة مثل عمارة أصلان وجريجس والسويدة الشرقية ومعرين الجبل وشرعايا وخنيزير. أبناء قرية عمارة أصلان فقدوا لغتهم الكردية، لكنهم يقرون بكرديتهم ويفتخرون بها. تتمتع القرية بموقعها الجميل المطل على نهر العاصي. من عائلاتها الأسمر، الأمان، الحسن، العمر، الخضر، القدرو، سنجار. وصلتني هذه المعلومات من أحد أبناء القرية، وأنا ألقيها بصوتي. أنا علي عبد الله كولو، محام من منطقة درباسية. أتمنى على أهلنا في قرية عمارة أصلان أن يعودوا إلى لغتهم الكردية، يتعلموها ويعلموها لأبنائهم. لغتنا الكردية كبقية اللغات هدية من الله، علينا أن نتعلمها ونعلمها لأولادنا. دمتم أهلنا في قرية عمارة أصلان.